لو عايزة مطبخك ما يوصلش للمرحلة دي ويبقى دايما نضيف وفل وشمعة منورة، وأي ست بيت شاطرة نفسها مطبخها يبقى حلو وجميل، لازم تمشي على الخطوات اللي أنا هقولك عليها عشان مطبخك يبقى جميل وزي الفل. اهم حاجه ما تنسوش تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وتعالي اقولك على الخطوات المهمه دي اللي اي ست بيت شاطره بتعملها وتخلي مطبخها نظيف. عايزه اقولك الحاجات دي انا اتعلمتها مع الوقت، وعرفت ايه مثلا اللي يفضل لمطبخي والحاجات اللي ما تنفعش تبقى موجوده في مطبخي. فانت طول ما مطبخك مثلا صغير في حاجات ما ينفعش تبقى موجوده فيه، لو مطبخك كبير يعني وفي الدنيا هتشيل خلاص مفيش مشكله، ممكن تحطيها في اي مكان. فانا الحاجات دي اتعلمتها وهقول لكم عليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده ان شاء الله هننضف المطبخ مع بعض كده عشان اوريكم الدنيا كانت عامله ازاي، وهنشوف هناخد جوله فيه كده على السريع ان شاء الله، الله المستعان. وهنوضبه كده توضيبه حلوه لان هو ليه فتره ما اتوضبش. يلا بينا سم الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ويلا بينا نبدا. انا اكتشفت ان انا عندي شويه كراكيب، انا مش عارفه جت منين بصراحه. يعني مثلا كل ما حاجه تتكسر او غطا ازازه يتكسر، لا خلاص نشيل الازازه ونخلي ونرمي الغطا. طب لو الغطا اتكسر، قصدي لو الازازه اتكسرت نشيل الغطا المره الجايه. لا كميه كراكيب فظيعه يا بنات. دي اول حاجه من الحاجات اللي المفروض الواحده تمشي عليها، ان اي حاجه ما تستخسريش وما تقوليش ده انا هخليها لوقت تاني او هخليها لبعدين ممكن احتاجها. لو هتفضلي كده تكون عندك حاجات وفي الاخر ولا بترميها ولا بتستخدميها. فمن الافضل اي حاجه تبوظ منك اول باول اتخلصي منها على طول، ما تسيبهاش فتره طويله، لان كل ده بيتراكم عندك وبيعمل لك كركبه كتيره في المطبخ. دي حاجه عن تجربه انا عملتها. انا هنا اول حاجه بدات من المطبخ اللي فوق. انا بعد ما كنت هبدا من المطبخ اللي تحت، بعد كده افتكرت ان هي حته صغيره هغسلها لان الجنب التاني كان نظيف. انا بس ما بدات من الجنب اللي انا بحط فيه الاطباق، لان ده انا بستخدمه على طول ودايما يعني. طبعا باخد الاطباق بحطها برصصها، فكنت لازم ان انا ايه اول حاجه ابدا بيها الجنب اللي فوق عشان لما انزل الميه وتيجي على تحت ما اكونش نضفته وبعد كده هرجع انضفه تاني. فاول حاجه برضو ان انا ارتب الدنيا من الاول واشوف هبدا منين. ما تخافيش يعني كل حاجه هتبداي بيها هتفرق معاكي، وبعد كده هتلاقيكي اتخلصتي من المطبخ واحده واحده. لكن انت تبقي عامله زي التايهه وما تبقيش عارفه تبداي منين، هتصعبي على نفسك الموضوع، هتلاقي معاكي الموضوع بيصعب والمطبخ معاكي صعب ومش عارفه تنضفيه اصلا ولا عارفه تبداي منين. فيعني استعيني بالله كده اول حاجه وسمي الله، هتلاقي نفسك بديتي بالراحه واحده واحده، وهتلاقي الدنيا معاكي ان شاء الله اتيسرت، وهتلاقي معاكي الدنيا باذن الله اختفت واحده واحده من الدوشه والكراكيب اللي حواليك. تمام يا بنات. انا كده كانت زي ما شفتوا دي المطبقيه اللي عندي فوق الرخامه مش فوق الحوض للاسف، لان انا ما كانش في عندي مكان احط عليه المطبقيه او مكان على الحوض اعلق فيه المطبقيه، فحطيته جنب الرخامه اللي انتوا شايفينها دي. فانا كده كده مصفيه الاطباق ليها صفايه من تحت، فاي ميه انت بتحجزيه بيها فبتنزل عليها. مسكت بقى الفرشه بتاعتي او الاسفنجه بتاعتي غسلتها. طبعا ابن عموري منورني في اي فيديو لازم يحط مناخيره في اي حاجه، ربنا يهديه ويصلح حاله يعني. انا بلاقيني بعمل في اي حاجه لازم يجي جنبي بصراحه يعني. وكمان لو في ميه يعني يا سلام، بيحب الميه جدا، فاي حاجه فيها ميه انا جايه ماما خلاص. عايزه اقول لكم والله العظيم يا بنات انا اتخضيت حته خضه من شويه في الحته دي وانا بعمل. انا جيت اكب ميه زي ما انتم شايفين، للاسف اللي اسمه ايه هو، مش عارفه اسمه ايه، شريط الكهرباء ده في حته كانت باينه منه فرقعت. والله العظيم عملت شراره كده، انا يعني الحمد لله انا ملكت اعصابي وشديت الفيشه على طول زي ما انتم شايفين. بس معلش عشان كده الاضاءه بقت ايه عامله معاكم، فانا شلته اول خالص عشان قلت بدل ما يفرقع خالص مني ويبوظ، فشلته وقلت يعني بعد ما اخلص المطبخ والميه دي اروح مركباها تاني. يعني الحمد لله هو ما بص، بس الحته اللي من قدام دي اللي هي كانت باينه هي اللي عملت شراره. الحمد لله ان الواحد والله اتملك اعصابه، بس الخضه وحشه بصراحه، ربنا يسترها علينا وعليكم يا جماعه. المهم نرجع كده. انا خلاص خلصت المصفايه وغسلتها كويس وشديت الميه اللي فيها، هنشفها بقى عشان ارجع كل حاجه زي ما كانت. انا طبعا الاطباق بستخدمها يوميا فمغسوله، فانا يا دوب بس همسحها بفوطه وارجعها تاني. لكن اي حاجه طبعا احنا كنا مستعملينها او اي حاجه مثلا ما كانش مغسوله هنغسلها. تمام.
دي حاجة من ضمن الحاجات ان انت لازم ايدك تبقى ايه في المطبخ على طول. ايدك لازم تبقى في المطبخ على طول. مثلا غسلت المواعين مركنهاش، لا صفيها، او مثلا اجي اخر الليل او انا خلاص هروح انام وسايبه شويه مواعين ما اسيبهمش، لا امسحهم كده بالفوطه وارجع كل حاجه مكانها. هتصحي الصبح تلاقي مطبخك رايق. لكن لو انتي سبتيهم وكده وتيجي الصبح هتلاقي كوم مواعين عليكي عايز يتغسل وكوم مواعين عليكي عايز توضب. فلا انتي اول حاجه ان انتي من اول حاجات ان انتي توضبي مطبخك اول باول وايدك فيه على طول. انا مسكت هنا الاطباق زي ما انتوا شايفين كده بحته فوطه ناشفه، وقعدت انا انشفهم او امسحهم عشان لو فيها اي حاجه ارجعهم مكانهم. تمام. صلوا على النبي يا بنات عليه افضل الصلاه والسلام. انا حاولت على فكره ان انا اختصر لكم الفيديو ده على قد ما اقدر، لكن والله العظيم انا قعدت في المطبخ يمكن حوالي 3 ساعات. انا رايحه داخله فيه الساعه 10 الصبح، طلع فيه الساعه 1، يعني طالعه فيه واذان الظهر بيأذن وما كنتش لسه خلصت. انتوا فاهميني، انا كنت في معاناه في اليوم ده، بس حلفت ان انا مش هطلع من المطبخ ولا اسيب فيه حته الا لما اخلصه. بس بصراحه كان تعب كتير عليا لان انا واقفه عليه طول اليوم. بس يعني الله المستعان، ربنا قوانا يعني الحمد لله وقدرنا نخلصه. والنتيجة مرضية يا جماعة، والله العظيم أحلى حاجة إن انتي تبقي شقيانة وتعبانة وعاملة مجهود وتلاقي النتيجة في الآخر حلوة، خلاص التعب بتاعك يعني يعتبر خف، يعني 99% خف، خلاص فاضلك واحد بس هو اللي يتعبك. بس يا بنات، فانت استعيني بالله وربنا ييسر لك إن شاء الله كل أمور. هنا طبعا الجنب ده أنا مش بستخدمه كتير فسيبته بصراحة، قلت عشان انجز بقى فسيبته وقفلته كده وقلت اغسل من بره، لان انا مش بستخدمه كتير وهو ما شاء الله كان نضيف الحمد لله. برضو اللي انا ساعات مثلا امسك الكوبايات كده من فوق بفوطه وامسحها. هو مفيش غير الجنب بس بتاع الاطباق زي ما انتوا شفتوا كده هو اللي كان عايز يتغسل كويس، لان الاطباق على طول فيه والميه بتتصفى فيه، فكان فيه حوالين الصفايه برضو ايه شويه ميه. مسحتها كده بفوطه زي ما انتوا شايفين. ولازم بتاعة المطبخ دي حتى لو انتي مش هتعملي روتين فيه او مش هتنضفيه على طول، بعد ما بتخلصي برضو كده مطبخك صفيتي الاطباق فيه، امسحيه كده بحته فوطه. اولا مش هيتراكم معاكي الدهون على طول، هتبقي انتي ايه شايلها اول باول، هتلاقيه بيلمع وبيبربرك وتلاقي المطبخ بتاعك نظيف وجديد كأنه جديد. انا هنا عايزه اقول لكم ان عيالي كان عندهم درس فحبوا يذاكروا، فقلت لهم خلاص تعالوا ذاكروا جنبي، يعني قولوا اللي انتوا عايزين، اي حاجه تقف قدامكم هتكلم معاكم فيها وانا بشوف الورق، مع ان والله العظيم تعبوني لان انا دماغي مركزه في حاجه وهم عايزين اركز معاهم في حاجه تانية. كل شويه يدخلوا عليا وانا بعمل حاجه فما بقاش عارفه انا بدات منين ورحت فين. والله العظيم زي ما بكلمكم، يعني ممكن امسك الدرج ساعتها اغسله مرتين عشان انا مش فاكره انا وقفت فين. ربنا يهديهم يا رب. طبعا ميه نشرب يا ماما ومش عارفه ايه ماما اهو، زي ما بقول لكم كده دي ايه دي اسمها ايه مش عارفه ايه. وانا في حاجات طبعا بالانجليزي ده كمان، في حاجات انا ما ببقاش فاكراها، ساعات بجيب لهم التليفون اترجم لهم عشان ابقى صريحه معاكم. يعني انا اصلا بذاكر مع عيالي الانجليزي ده بالذات، انا بذاكر معاهم، مش مثلا انا متعلمه انجليزي، لا لا انا بذاكر معاهم. فحلو جدا ان انت تذاكري مع ابنك الحاجه اللي هو بياخدها، هتنفعك انت بعدين لابنك التاني. لو انت معاكي عيال بعديه هينفعك انت مثلا متبقيش ابنك في حته وانت في حته تانية، لا هتبقي عارفه هو بيذاكر فين، فانت هتذاكري معاه وهتساعديه هو على المذاكره اكتر وتساعدي نفسك ان انت تبقي فاهمه. معلش انا خرجت بره الموضوع الروتين، بس انا بفهمكم حاجات والله بتحصل معانا في اليوم، وانتوا كستات بيوت بتبقى عارفين الحاجات اللي بتحصل معاكم. طبعا ابن عمر خد يا ماما حط الحاجات دي، طب يا حبيبي خلاص لا ما ينفعش لازم تاخديها يعني تاخديها. هنا ده المكان اللي انا بحط فيه الخلاط الكبه، اي حاجه بتخص الحاجات الكهربائيه، المضرب بحطها من تحت لان طبعا انا ما عنديش مكان فوق تاني. انتوا فاهمين انا مطبخي يا دوب صغير كده ما فيهوش مكان تاني، فحطيت الحاجات من تحت. والله الحمد لله المكان كويس وشايل حاجتي يعني. ممكن حاجات كتير بس شايل حاجتي، يعني فاهميني. اي نعم الحاجه بتاعتي اغلبيتها شايلاها مثلا في كراتينها وشايلاها، بس انا بستخدم الحاجات اللي بستخدمها على طول. فانا حتى معاكم هنا حاولت ان انا ايه ان اشيل اي حاجه ملهاش لازمه، ما اخليش اي كراكيب. حتى في الحلل برضو اخلي اللي انا بستخدمه بس، ما اخليش الحلل اللي انا مش بستخدمها احاول على قد ما اقدر اخرجها بره المطبخ، لان كل الحاجات دي هتعمل لكم كركبه. تمام. دي برضو حاجه من ضمن الحاجات ان انا ما اخليش اي حاجه مش بستخدمها ما اخليهاش في المطبخ، بالذات لو المطبخ بتاعنا صغير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. طبعا كده جبت قماشه مبلوله ميه
مسحت بقى الكبة بتاعتي، اي نعم برضو والله بعد ما بخلص بيها بمسحها عشان كده تحسي ان هي نظيفة وجديدة، بس ايه برضو لزيادة التأكيد عشان في اي ترابة اي مية جات عليها اي امسحها. دي حاجة من ضمن الحاجات برضو ان انتي لازم ايدك في الحاجات الكهربائية نظيفة على طول. خلاط موتور، خلاط موتور كبة، لازم ايدك تبقى نظيفة فيها على طول عشان الحاجات ما تلزقش منك وتفضل لازقة فيه، فبالتالي ان انت الكبة بتاعتك والمطبخ والخلاط هيبقى شكلهم وحش. فانتي على طول ايدك اول باول في الخلاط والحاجات الكهربائية، ما تسيبهاش. يعني انت خلطتي خلاص طماطم او خلطتي عصير، اي نقطة جت عليها امسحها على طول، يعني مش هتاخد منك ثواني بس هتفرق معاكي بعدين. تمام، انا كده مسحتهم برضو ونضفتهم. دول الحاجات اللي انا مش بستخدمها، سبتها في العلبة زي ما هي بتاعة الكبة، سبتهم في العلبة وحطيتهم، يعني عشان برضو ايه ما يتوسخوش، وفي نفس الوقت انا مش بستخدمهم خلاص كتير فركناهم، يعني كأني شايلاهم بس في العلبة وفي نفس الوقت في المكان المخصص ليهم. هنا بقى في الحاجات دي انا دي كنت غسلها بشطفها بقى. والله العظيم انا زي ما بقول لكم كده حاولت اختصر لكم الحاجات واحده واحده، يعني عشان ما تتعبوش وتملوا. مع ذلك الفيديو طويل برضو، بس مش القوي، مش نفس الكميه اللي انا خدتها في المطبخ. فالله المستعان يا بنات. انا هنا كده بقى خلصت غسلت الحاجات اللي برضو اللي كنت حاطاها في الدرج. وهنا جت اللحظه الحاسمه، ان انا الدرج ده ما كنتش بحط فيه معالق، ما كنتش بحط فيه معالق، كنت حاطه فيه السكاكين، او كنت حاطه فيه الحاجات الحاده او الحاجات اللي هي مش بستخدمها، او الحاجات اللي ممكن تضر ابني كنت حطاها فوق. بما ان هو كبر شويه ما شاء الله دلوقتي، وعرف ان في حاجات بقول عليها دح ان هي تعورك، فبقي بطل يستخدمها. فانا بقيت احط ايه بقى معالق بقى، رجعتها للدرج اللي هو مكانها الاصلي، ان انا جايبه البتاعه دي ما استخدمتهاش، فقلت لازم استخدمها بقى بما ان احنا عملنا تنظيف حلو. حطيت فيها المعالق بتاعتي الصغيره، معالق الكبيره، الشوك، كل ده ليه مكان مخصص في التنظيم بتاعه المعالق دي. حلوه والله، بس كانت عايزه تكبر شويه، بس انا كنت جايباها المطبخ القديم. والدرج ده حطيت فيه السكاكين برضو عشان يبقى مرتفع، لكن عشان اي عيل صغير عندك ما يروحش عندها ولا قدر الله تحصل حاجه، فانت تكوني حاطاها في مكان مرتفع. والدرج اللي تحت بقى احط اي حاجات انا بستخدمها مثلا، بس بعد فتره طويله بستخدمها كل فين وفين. هنا بقى زي ما انتم شايفين كده نظمت المعالق، السكاكين، المقصات، الشلمون اللي مش عارفه يعني انا جبتها فين وفين لما بيستخدموها طبعا للعصير، بس هي موجوده عشان ما يبقاش عينهم فيه ولا يقولوا ماما احنا عايزين حاجه ما تبقاش موجوده. يعني احنا بنجيب لهم حاجات كتير وهم مش بيستخدموها برضو. زي ما بقول لكم اهو، جاي يستكشف عندي تعملي ايه بتجيبي ايه. عايزه اقول لكم الحاجات دي والله ممكن تعور، بس انا يعني ايه، يعني سبتها على الله وحطيتها. قلت له الحاجات دي دح مثلا او حاجات دي بتعور، فيعني ممكن يسمع كلامي. حتى بتاعه البيتزا برضو، قطعه البيتزا خدي في بالك بتعور، فخلي بالك لو عندك اطفال حاولي ترفعي الحاجات اللي ملهاش لازمه فوق، او الحاجات اللي بتعور ارفعيها لفوق. هنا طبعا جيت الجنب التاني. انا مطبخي تحت 1.20 متر، زي ما انتوا شايفين مطبخي تحت 1.20 متر، مطبخي فوق متر. هو ممكن يكون صغير بس شايل حاجتي، وممكن اعمل فيه يعني كنت اكبره اكتر من كده. بس عشان انا حاطه فيه التلاجة وحاطه فيه البوتاجاز، وجيت مؤخرا كده عملت واحده يعني صغيره كده عامله زي التربو، بس مش ادراج، دلوقتي تشوفوها يعني. فحاولت ان انا انسق المطبخ بتاعي، وعامله فيه رخامه، فتقريبا هيبقى كتير لو انا حطيت كده، مش هيجيب يعني. هو ممكن كان فيه حته تحت الحوض ماشي، بس انا حسيت ان هو ده التنسيق الوحيد اللي لايق مع مطبخي. لو انتي مطبخك يقدر يشيل اكتر من كده اعملي، مش هيشيل اكتر من كده خلاص انت حطي حاجه بس تحطي فيها الحاجات اللي انت بتستخدميها. تمام. انا عايزه اقول لكم انا قعدت فتره كام سنه كنت حاطه حته واحده بس، ما كنتش حاطه فوق، كنت عندي مطبخيه بس بشيل فيها الاطباق. لو رجعتوا الفيديوهات القديمه هتشوفوا المطبخ القديم كان عامل ازاي. انا عايزه اقول لكم وانا بسجل عيالي مش رحمني، عماله اقول لهم بسجل ومفيش صوت يا جماعه، مفيش، يعني مش عارفه اعمل معاهم ايه. ربنا يهديهم، فما تزعلوش مني لو في اي صوت بيضايقكم، بس ده صوت العيال يعني. والله حاولت اروح في اي مكان، صحيت الصبح بدري عشان اسجل، ما فيش، فمش عارفه اعمل ايه بصراحه. فالله المستعان، ما تزعلوش مني، انا ماشيه معاكم على طبيعتي على قد ما اقدر والله. فيعني ده اي بيت يعني الناس بتبقى فيه دوشه عيال فيه كده، فما تتضايقوش مني بعد اذنكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. بصوا يا جماعه انا كده بعد ما خلصت هنا برضو عملتها بالميه ومسحتها بالمساحه بتاعتي الحلوه دي المنكجزه كده، هنشفها بالفوطه. تمام. برضو عشان مخليش اي ميه، عشان ما تعملكيش كمكمه بعد كده في المطبخ وتعمل لك ريحه مش كويسه، فلازم تخلصي من اي ميه
حتى لما بتيجي تغسلي المواعين تصفيها بره الاول وبعد كده تحطيها في المطبخ. ما تقوليش عشان ألمونتان وهيستحمل، بس لا، هيعمل لك ريحه، هيخلي ريحه المطبخ بتاعتك عندك مكمكمه، فهيعمل لك ريحه. فدي من ضمن الحاجات ان انت لازم تصفي المواعين اول باول، وبعدين تنشفيها وتروحي محطاها في المطبخ بتاعك. الحاجات دي برضو هتسهل عليكي وما تخليش ريحه للمطبخ بتاعك. والله العظيم يا جماعه لو رضيتي باي حاجه ربنا اداهالك، ربنا هيرضيكي اكتر واكتر. انا عايزه اقول لكم انا ما كنتش متخيله، وهقولها لكم المره المليون، ما كنتش متخيله ان انا هوصل للمرحله دي في مطبخي. بس الحمد لله، ممكن يكون قعدت شويه كتير يعني ان انا ما عملتش اي حاجه، ولا كنت عايزه حاجه، كنت يائسه. بس الحمد لله، ممكن يعني شويه من اللي حواليا من اخواتي قالوا لي لا لازم تعملي، لازم تتحركي، فبقيت اعمل واحده واحده. ممكن مش هعمل على طول مره واحده مثلا، وبرضو على قد امكانياتي كنت بعمل الحاجه واحده واحده. مثلا النهارده عملت جمعيه صغيره ب100 جنيه مثلا، قبضتها 1000، مش عارفه جبت لي حاجه، عملتها ب500 جنيه، قبضتها وجبت حاجه. فهماني؟ يعني انت لازم تمشي بيتك، ولازم تمشي الحاجه اللي انت عايزاها، عشان غير كده مش هتعرفي تعملي. انا عايزه اقول لكم مش هنعرف نعمل اي حاجه. فالحمد لله، الله المستعان. ربنا يعيننا كلنا ويدينا. والله العظيم كل واحد عنده ظروفه، كل واحد عنده حاجه مكفيه، بس احنا بنحاول نعافر مع الدنيا ونجيب اللي احنا عايزينه برضو. تمام. هنا المهم انا كده بقى ايه، طلعت كل الحاجات اللي كانت في المطبخ عندي برضو. انا عايزه اقول لكم انا بوضب معاكم هنا بقى، هشيل اي حاجه انا ماليش مش بستخدمها او ما استخدمتهاش ليا فتره، هشيلها خلاص، عشان انا مش عايزه كركبه بقى خلاص في المطبخ بتاعي. مثلا اخلي الحلل، اخلي الصواني اللي انا بستخدمها، لكن اي حاجه تانية هشيلها، او يعني هشوف لها مكان تاني. انتوا فاهميني؟ عشان ما تبقاش في كركبه قدامك، وكل ما تبقي عايزه تستلفي حله او تجيبي حله تعرفي تجيبيها بسهوله. ما تخليهاش على طول مثلا تعبت ما تجيبيها تبقي تعاني. لا، لو كمان مطبخك يساعد ان انت تشيلي كل حله لوحدها، ما تحطهاش على بعض، يبقى افضل. بس انا بقولك على كل واحد على قد مطبخه هيشيل ايه، او مطبخك هتتعاملي معاه ازاي. فانا افضل حل ليا عرفته، عشان انا مطبخي صغير، حطيت كل 3 حلل على بعض، او كل طقم على بعض. انا عايزه اقول لكم ان انا عندي من كل فيلم اغنيه في الحلل بتاعتي. عندي طقم اللي هو السيراميك ده المفروض، وعندي طقم التيفال، وعندي كام حله من الطقمات الالومنيوم. الالومنيوم ممكن بستخدمها للرز فبتبقى حلوه. و... وعايزه اقول لكم برضو التيفال طلعت الطقم كله وعشان استخدمه كان حلو، بس ابتدى يتجرح فبيطلع منه فاتضايقت. لكن الطقمين الحلتين السيراميك دول انا مطلعوهم من ساعه ما اتجوزت، فيا ريتني كنت من الاول استخدمت الطقم السيراميك كله، كنت ريحت دلوقتي. فمعلش بقى، انا عندي كل حاجه شويه، فمش عارفه يعني بصراحه مستحرمه ارمي انهي او استغنى عن انه يعني في الحلل. فانا مخليهم برضو، لان بيجي عليا وقت او يكون عندي ناس كتير او كده، فبطلع كل الحلل اللي انتوا شايفينها دي بستخدمها كلها. هنا طبعا بقى ابتديت البلاستيك، اشوف ايه الحاجات اللي مناسبه، ايه الحاجات اللي مش هستخدمها. اكتر حاجه عندي الحاجات البلاستيك دي، فانا شفت برضو الاطباق اللي بستخدمها هشيلها، يعني هخليها عندي، والاطباق اللي ملهاش لازمه هرميها او يعني هحطها على جنب. من الافضل حاجه يعني ان احنا نجيب طقم بلاستيك كله نوع واحد. تمام. عشان يبقى اولا مريح ليكي الحاجه اللي انت بتستخدميها، او مريح لعينك. مش من كل حاجه انا جايباها زي ما انتوا شايفين كده. انا كان عندي طقم تلاجة وعندي طقم بلاستيك، فاحترت برضو ارميه ولا اخليه. بس ده الشكل النهائي اللي وصلت له يعني. خليت الحاجات المهمه اللي انا بستخدمها زي ما انتوا شايفين اهو، الشفشه اللي انا بخليهم عشان ما عنديش مكان احط فيه، فحطيتهم معاهم. طقم خليت يعني البلاستيكات فوق، وطقم الحلل والحلل اللي انا بستخدمها من تحت. وهنا درج المعالق زي ما انتوا شفتوا. هنا درج الحاجات بقى، المعالق الكبيرة، الخشب، القطعات. وهنا درج الكبة والخلاط زي ما انتوا شايفين كده. الحمد لله هنا المطبخ ابتدى خلاص يعني يروق قدام عيني. هنا غسلت بقى الرخامة، اغسلها كده وانضفها. وطبعا الرخامة دي بالذات لازم تكون معاكي نظيفة اول باول، لان انت بتحط عليها اكل، بتعملي عليها فطير، بتعملي عليها عيش، يعني بتفردي عليها حاجات مخصصة للاكل. فلازم اول باول تكون ايدك عليها على طول، ايدك عليها نظيفة على طول. تمام. انا غسلتها بس عشان احط بتاعي الكولمن. انا هحط الكولمن من جنب هنا، وللاسف ما عنديش مكان تاني احط الكولمن غير هنا، عشان اول ما بيدخلوا من باب المطبخ يجيبوا ميه كده ويشربوا على طول. بحط لهم الكولمن وجنبيه كوبايه لحد ما ربنا يكرمني. يمكن نجيب اللي هو مش عارفه اللي اسمه سبنتر ده وبتاع الميه. فيعني احنا بنمشي حالنا برضه يا بنات.
تمام، والله ما تيأسي إن شاء الله ربنا يديكِ اللي أنتِ عايزاه وتجيبيه طول ما في دماغِك هتعرفي تجيبيه إن شاء الله هتجيبيه. أنا كانت في إزازة دوا مش عارفة حديد رميتها. هنا بقى عندي المصفاية اللي أنا كنت عاملاها دي اللي كنت حاطة فيها المواعين برضو، شلتها وهغسل مكانها، لأن دي على طول كانت المية فيها، بس يعني كنت بسحبها على طول بالمساحة. تمام. وهنا كنت عايزة والله يا بنات أشيل المعالق دي وأشوف لها مكان، ما عرفتش هو الأفضل مكان ليها هنا، فسبتها والله الحق، يعني اللي هو طقم التوزيع ده اللي أنا بقلب بيه الأكل أو بغرف بيه. تمام. فمش عارفة والله، قولولي كده في التعليقات احطه في الدرج افضل ولا اسيبه معلق زي ما هو بيبقى سهل على ايدي؟ فقولولي بقى انتوا لو ليكم نظرية برضو قولولي. بس كده يا بنات، انا عايزه اقول لكم انا خلصت في المطبخ ده والحمد لله كان نتيجه يعني مرضيه والله العظيم، وانا بحمد ربنا على اللي انا وصلت له، ويعني الحمد لله الحمد لله 100 مره، وهفضل اقول كل يوم الحمد لله ان انا وصلت للمرحله دي. وما تيأسيش، وان شاء الله ربنا يديك اللي انت عايزاه وتعملي اللي انت عايزاه. اسعي اسعي اسعي، ويعني فكري ايه اللي اعرف ازاي مثلا اعمل حاجه اجيب منها. هل لو عرفت مثلا ادبر كل يوم كل اسبوع 100 جنيه، واعمل جمعيه واخد الجمعيه دي مثلا واجيب بيها حاجه، خلاص الله المستعان. مثلا هدبر كل يوم 20 جنيه واشيلها في حصاله مثلا لحد ما اعمل لي مبلغ واجيب، برضه الله المستعان. ما تيأسيش، بس اهم حاجه واعملي كده. انا يعني مش عارفه اقول لكم تاني برضو، يعني انا مريت بمراحل الحمد لله الحمد لله ان الله المستعان، وابتديت ان انا اتحرك، ممكن اكون اتحركت متاخر، بس الحمد لله حاجه تيجي متاخره فضلا ان انا افضل ساكته زي ما انا. بس ولازم نرضى برضو، اهم حاجه والله والله طول ما انتي راضيه ربنا هيراضيكي اكتر واكتر. كده طبعا خلصت طقم التوزيع بتاعي اهو، غسلته برضو ونشفته ورصصته زي ما انتوا شايفين. انا بس هحط عليه الكنكات اللي هما الاتنين الصغيرين اللي بعمل فيها القهوه واللي بعمل فيها الشاي، بس عشان تبقى قدام عيني، يعني مش كل شويه مثلا هجيبها من المطبخ من تحت او من فوق، لا هي افضل ليها ان هي تبقى متعلقه كده. لحد في حاجات بتتجاب كده ويتحط فيها ركنه او يتحط فيها علقات شكلها حلو، ان شاء الله نجيبها مع بعض. هنا بقى الوحده اللي انا كنت بكلمكم عليها من بدري، اللي هي وحده التخزين بتاعتي، انا حاطه فيها مثلا الرز والمكرونات لما بجيب يعني، دلوقتي خلصت، حاطه فيها الزيت مثلا السكر الحاجات دي، حلوه يعني وواسعه كبيره قوي والله ما شاء الله عليها، بس وشايله، فاهمين؟ فهي دي مريحه برضه، حطها بين البوتاجاز والتلاجة، ودي حاجه برضه كملت المطبخ معايا وفرقت معايا في المطبخ بتاعي يعني، كبرت لي المطبخ بصراحه وشالت عني حاجات، لان انا ما كنتش بحطه في التربو البلاستيك. لما التربو بتاعي اتكسر البلاستيك، فيعني لسه هجيب تاني تربو بلاستيك وهيتكسر، لا رحت عملت واحده ألمونتين. انا شلته كده وحركته وغسلت من وراه وغسلت الحيطه اللي على البوتاجاز دي، وبرضو نشفتها ورجعت البوتاجاز بتاعي مكانه، ورجعت الوحده دي برضو ايه مكانها، ورجعت كل حاجه فيها. فانا هوريكم في الاخر المطبخ كان عامل ازاي. بس ما تنسوش تصلوا على النبي وتحطوا لي تعليقات حلوه وتعملوا لي لايك واشتراك للصفحه، واشوفكم على خير وفي امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وشوفوا الفيديو للاخر.
قولي ايه بقى رايكم في مطبخ المتواضع. بصوا والله العظيم بعد النظافه دي بتحسي بارتياح جدا، مع انك ممكن تبقي تعبانه، بس بعد ما تشوفي النتيجه في الاخر والنظافه تحسي ان انت خلاص الدنيا هونت عليكي وخلاص ارتحتي. فالحمد لله والله يا بنات. بصوا انا عايزه اوريكم المطبخ عامل ازاي ما شاء الله. بصوا النظافه. بصوا انا مسحت البوتاجاز، بس انا قلت مش لازم اصور لكم يعني البوتاجاز. تمام، مسحت كده البوتاجاز اهو الحمد لله بقى نضيف. شايفين طبعا، والحته اللي جنبه اهي، الحته دي كمان اللي احنا عملناها سوا. ثانيه اهي